إن المخلوقات تبهرنا بثرائها وجمالها اللامحدود، ولما نمعن النظر لا يسعنا سوى أن نقول سبحان عظمة الخالق. لكن ليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل ما هو تحت التراب تراب. وبهذا سنتعرف اليوم على أكثر المخلوقات سما وشراسة في العالم، وأنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو والابتعاد عن هذه المخلوقات بسرعة كبيرة، لأنها قد تكون آخر شيء تشاهدونه في حياتكم، واللهم نجينا منها. سمكة قنديل البحر المربع. يمتلك هذا الحيوان المائي 4 عيون ولا يمتلك دماغ، ومع ذلك فإنه يتجنب أشد الأجسام صغرا عند حركته، وغالبا ما يتجنب البشر كذلك، ولكن فقط عندما لا يثيرون غضبه. وقد تسبب هذا المخلوق أكثر من 5000 وفاة على الأقل في عام 1954. إنها نسبة كبيرة جدا. ويتواجد السم في اللوامس اللامعة في كل ركن من أركانه، ويصل طولها إلى 2 متر تقريبا، وتتميز بلزوجتها لسهولة الالتصاق بالضحية، وغالبا ما تترك ندبات كبيرة وألم شديد وإصابة سيئة للغاية في التنفس ومرض القلب والأوعية الدموية. وتتواجد بالمياه الضحلة بشواطئ أستراليا بالمحيط الهادي. أما كيفية النجاة من هذا الفتاك هي مادة الخل المنزلي، بسكبها بأسرع وقت ممكن على مكان الإصابة. فمهمة الخل ليست لتقليل الألم، لكنها لوقف تصريف السم داخل جسم الإنسان. أضف إلى ذلك حاجة الضحية إلى التنفس الاصطناعي والإنعاش والمسكنات. إذن هل يريد أي أحد منكم أن يلعب معها؟ الكوبرا تستطيع أن تشعر بالسم ومدى خطورته وذكائه، وهو بالفعل ما يتميز به. فلدغة واحدة منه تستطيع قتل فيل لآخر أنفاسه، أو 20 إنسان في غضون 3 ساعات. ومن المعروف أن سمها ليس هو الأشد من بين أنواع الأفاعي الأخرى، مثل المامبا السوداء، وهي الأكثر فتكا في إفريقيا والعالم. ولكن ما يميز الكوبرا أنها تستطيع ضخ السم بمعدل 5 مرات أسرع من المامبا السوداء. يستطيع هذا الحيوان أن يزيد طوله بحوالي 5.6 متر. وتعيش الكوبرا في مناطق جنوب شرق آسيا والهند، ورغم ضراوتها وخطورتها إلا أنها تزن 5 كيلوغرام. الحلزون الرخامي المخروطي يكتسب اسمه من شكله، وبالرغم من ضعفه الشديد وصغره إلا أنه تم اختياره من بين 5 أخطر حيوانات سامة، فقطرة واحدة منه تكفي لقتل أكثر من 20 إنسان. لكن لحسن الحظ فالغرض الحقيقي من السم هو صيد الفرائس. يوجد غالبا في المياه المالحة الدافئة، فإذا شاهدته يوما لا تفكر في التقاطه، وأرى ألا تفكر أبدا في البقاء في هذه المياه. يؤدي التعرض لسم هذا المخلوق إلى ألم شديد، زائد تورم وشلل العضلات وضيق في التنفس. وقد تم تسجيل حوالي 30 حالة وفاة بسببه، ولكن احذر فليس له مضاد لسمه. الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء. رغم أنه في حجم كرة الجولف إلا أن سمه يمكنه من قتل الإنسان، وبالواقع أنه يحمل سما يكفي لقتل البالغين في حوالي 26 دقيقة. أدعو هذا الأخطبوط بالمخدر الفوري، لأن تأثير سمه بالغ جدا على عضلات الإنسان، مع ضيق في التنفس والموت في نهاية المطاف. ويمكن العثور عليها في برك المد والجزر في المحيط الهادي من اليابان إلى أستراليا. واحذر أيضا فإنه ليس له أجسام مضادة لتوقف تأثير السم. العقرب المميت. يقول البعض أن العقارب غير مميتة نسبيا للبشر، لأن لسعتها تؤثر محليا من ألم وتورم فقط. ولكن مع هذا العقرب فالخطورة تزداد إلى حد أقصى، فالسم الذي يحتويه هذا العقرب مزيج قوي يؤدي إلى ألم غير محتمل، ثم حمى تليها غيبوبة، زائد تشنجات، وأيضا شلل، ثم الموت المنتظر في البداية. ومن المعروف أن الأطفال الصغار وكبار السن هم الأكثر تخوفا من هذه العقارب عن البالغين. ينتشر هذا النوع من العقارب بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويرجع اسمه إلى مدى خطورته، فهو مترقب دائما لموت فريسته. السمك الحجري. أكيد أن هذه السمكة لن تفوز بمسابقة ملكة جمال السمك، ولكنها حتما يجب أن تفوز بمسابقة السمكة الأكثر شرا وسما وضررا في العالم. علاج لسعتها هو بتر الجزء المصاب بالجسم، لأن لسعتها تؤدي إلى شلل وموت الأنسجة للجسم المصاب. إذ لم تعطى العناية في غضون ساعات ستؤدي بحياة المصاب. تخزن سمها في عمودها الفقري البشع المنظر، ولكن بشاعة المنظر له حكمة من الله سبحانه وتعالى، ألا وهي كيفية التعامل مع الظواهر الأخرى من حولها.
توجد كثيرا بالمياه الضحلة البحرية الاستوائية في المحيط الهادي من المحيط الهندي. العنكبوت البرازيلي الجوال، هذا هو العنكبوت الذي ظهر عام 2007 في موسوعة كينيس للأرقام القياسية، على أنه الأكثر شعبية في خطورة سمه ومسؤوليته عن معظم الوفيات البشرية. خطورتها تمكنها من مفاجأة ضحيتها لأنها تختفي خلال النهار في المناطق المكتظة بالسكان، سواء داخل المنزل أو في الملابس أو الأحذية والسيارات. إن 0.66 ملم جرام فقط من هذا السم تكفي لقتل فأر صغير، كما أن المعروف عنها أنها أشد خطرا على الحالة الجسدية للإنسان. التايبان الداخلي، يصل طولها إلى 2 متر وتستوطن وسط أستراليا، وتفرز كمية سم عن العضة الواحدة قادرة على قتل 100 رجل بالغ أو 250 ألف فأر. ومن المتفق عليه أن سم التايبان الداخلي أقوى 50 مرة من سم الكوبرا الهندية. الضفدع السام ذو السهم، لم تكن التسمية على هذا الشكل، ولكن نسبة إلى الاستخدام، لأن الهنود الحمر كانوا يستخدمون الإفرازات السامة بوضعها على السهام، وبالتالي قتل الشخص في وقت صغير جدا. الشكل العام للجسم ليس مختلفا عن الضفادع الاعتيادية، ولم يتطور ليكون سباحا ماهرا، وإنما قافزا ماهرا. تعتبر هذه الفصيلة من الأنواع السامة جدا، وتقتل الإنسان بمجرد ملامستها لها، حيث يفرز جلده مادة سامة اسمها باتراكوستينا، و2 ميكروغرام من هذا السم الذي يحتوي الجلد الواحد منها يكفي لقتل 10 بالغين، وتنتشر في وسط أمريكا الجنوبية. انتبه جيدا إذا كنت تسير خلال الغابات المطرة في مكان ما هناك بأمريكا الجنوبية، ولا تلتقط ضفدعة جميلة وملونة. السمك البخاخ، هذا النوع من الأسماك يجعل الحي ميت حي، لأن في فترة تسمم جزء ما بجسم الإنسان به يؤثر على اللسان والشفتين ويهلك انسجامهما، كما أنه يؤدي إلى التقيؤ وسرعة ضربات القلب وصعوبة التنفس، وأيضا شلل في العضلات، وأخيرا اختناق عضلات الحجاب الحاجز، ومن ثم الموت. وغالبا ينتهي المصاب بالموت في فترة 4 ساعات إلى 24 ساعة من وقت الإصابة. وتظهر الإحصائيات أن هناك ما بين 20 إلى 40 حادث تسمم سنويا ما بين عامي 1996 إلى 2006 في جميع أنحاء اليابان، وتصل إلى 6 حالات وفاة. والمحير سبحان الله أن هذا النوع من الأسماك به قطع صالحة للأكل، ولكن المشكلة أن الجلد وبعض من أجزائه سامة جدا للإنسان. من الصعب حقا أن نقول هذا المخلوق هو الأكثر سما في العالم، أو هو الأغنى باحتوائه على مواد الكيميائية السامة، أو هو الأشرس من الآخرين، وضحاياه لا تعد ولا تحصى خلال العام. بالفعل إنه تعبير خطير جدا للمخلوقات السامة التي تستخدم المادة الكيميائية السامة في المقام الأول للدفاع عن نفسها، وذلك عن طريق اللدغ والطعن والعض. ومع ذلك من الناحية النظرية حاليا أننا نتفق جميعا أن كل حيوان سام هو خطير حقا. إذا بعد مشاهدة هذه الحيوانات الفتاكة، أي واحدة منهم ترونها أخطر أكثر؟ المرجو إجابتنا في تعليق أسفل الفيديو، وشكرا. وفي الأخير نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته، وأيضا إخبارنا عن آرائكم حول هذا الفيديو في تعليق، وشكرا.